عامل ميزانيه لحد المليون جنيه وعاوز تجيب حته 2024 تروق بيها على حالك، وانت شايف ان المليون جنيه ده مبلغ ضخم اللي هو الواحد واللي جنبيه 6 اصفار، فمحتار ما بين الرفاهيه والفخامه ولا البرفورمانس والاداء العالي. فتيجي كده يا باشا اقول لك على شويه ترشيحات سريعه مع متوسط اسعار السعر الرسمي والسعر الفعلي اللي بتتباع بيه العربيه. والموديلات اللي هقولها دي كلها يا جدعان 2024. عندك الاكسنت الار بي والالنتر الاتش دي، السعر الرسمي 700 والسعر الفعلي 950 الف جنيه. عندك البيكانتو السعر الفعلي 800 الف جنيه. عندك النيسان الصني اللي هي الكنزايه دي، السعر الرسمي 600 والسعر الفعلي 800 الف جنيه. عندك النيسان السنترا السعر الرسمي 750 والسعر الفعلي 950 الف جنيه. عندك الماتسوبيشي الاتراج السعر الرسمي 670 الف جنيه والسعر الفعلي 750 الف جنيه. عندك الماتسوبيشي الميراج 690 الف جنيه الرسمي والفعلي 750 الف جنيه، والميراج ديت 3 بستن. عندك الشيري اريزو 5 السعر الرسمي 600 والسعر الفعلي 800 الف جنيه. عندك التيجو 3 السعر الرسمي 750 والسعر الفعلي 850 الف جنيه. عندك الجاك الاس 2 السعر الرسمي 650 والسعر الفعلي 800 الف جنيه. واخيرا وليس اخيرا الستروين السي ال زي السعر الرسمي 780 وسعر التنفيذ او السعر الفعلي 850 الف جنيه. ومعلش في حته الفخامه والاداء والبرفورمانس والكلام ده انا اسف، انا كنت بشتغلك. انت اخرك بالمليون جنيه هتجيب كنبه واربع كاوتشات ودركسيون عشان تيجي بيه يمين وشمال.